والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز، لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز. هل حرام اقول لامي اني مش مسامحاها؟ لان دايما بتتسبب في شجاري مع ابي وبتشتكي له مني، وبقول لها ما تعمليش كده وهي مش بتبطل. تعالوا نتفق يا جماعه ان اي نصيحه بيتم نصيحتنا بيها لازم تتطبق على اساس الشخص اللي قدامي. يعني لو واحد قال لي ما تسيبش حقك، حاضر مش هسيب حقي، بس لما اتعامل مع واحد في الشارع غير لما اتعامل مع اخويا، غير مديري، غير ابويا وامي. وبالتالي لو انا امي بتعمل فيا تصرفات مش عجباني، بتشتكي دايما لابويا مني وده بيعمل لي مشاكل مع ابويا، فانا مش مسامحاها. هل ينفع اقول له مش مسامحاكي؟ جواب لا، لان ده عقوق. ليه عقوق؟ لما بنت تقول لامها انا مش مسامحاكي معناها انها ظالمه، يعني انت ظلمتيني وانا مش مسامحاكي. احنا امهاتنا لو ظلمتنا مش بنعمل معاهم كده. مش علشان لو حد ظلمني ما ينفعش اقول له انت ظلمتني، عشان دي امك، والام ليها مرتبه ما ينفعش تتواجه بالطريقه دي. انا مش مسامحاك يا امي. صاحبه السؤال حتى لو انت موجوعه لما تكبري وتتجوزي وتخلفي مش هتستحملي الكلمه دي من عيالك. طب هتعملي ايه؟ لا مش هتقولي الكلمه دي، لانها ما تليقش بيكي انها تتكتب في صحيفتك انك قلتي لامك كلمه زي دي. لكن هتروحي تقولي لامك مشاعرك وتقولي لها ان انا بتوجع لما بتروح تشتكي لابويا وبيتوقعي بيني وبينه. بس خدي بالك، انا هقول لك حاجه في المساله دي. ما انت ممكن تكوني، وانا كده كاني بفكر بس حضرتك وانا ما اعرفش اي حاجه ليها علاقه بالسؤال، فممكن ابقى انا مخطئ وممكن كلامي يبقى قريب من الصح. انت ممكن تكوني بتعملي حاجات امك مش مستحملاها، محتاجه تستعين بابوكي، تقول له فلانه بنتك بتعمل حاجات، قول لي نعمل ايه؟ ممكن تكون هي مش قادره عليكي، فراجعي نفسك في الحته دي. لا انا ما بعملش حاجه وهي بتوقع بيني وبين ابويا، روحي قولي لها بتوجعيني، ولما ابويا بيتضايق مني وبيقفش عليا